اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين وتفعلوا الجرس. طبعا انا خلاص بقى كنت يعني خليت جوزي يطلع المراتب ونضفت لحماتي الاوضه، مسحت العفش وسيقت وطوقت العزال وكده وطبخنا بقى، عملت صينيه البطاطس هتشوفوها ومستنيه دلوقتي عشان اروح الحلقه بتاعتي بتاع حفظ القران. واما اجي بقى يعني يكون جوزي جه من الشغل وندخل المراتب، لان هما اتنين وما اقدرش ادخلهم لوحدي، وحماتي طبعا مش بتقدر وكده. فهروح بقى واجي ادخل المراتب واللهم صل على النبي بقى وافرش لها وخلاص. يبقى انا كده خلصت اوضه الاطفال بتاعتها، اللي هي بتاعت سلايفي عشان بيزعلوا ما بقول اوضه اطفال. اوضه الشباب واوضه حماتي. فاضل بقى المطبخ والركنه والصاله، ان شاء الله نتسلى فيهم كده، اعمل حاجة عندها وحاجة عندي وهكذا. انا انضف المطبخ عندها وانضفه عندي وهكذا، يعني بعمل دبل على فكرة. فادعولي بقى ربنا يقويني ويديني الصحة. مع السلامة حبيبتي بقى اللي معايا في القناة. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس وتحطوا لي كومنت وتكتبوا لي رأيكم وتكتبوا لي كلمة حلوة تشجعني. طبعا كده الاول انا قمت خليت جوزي كده يعني شلت قصاده المراتب وهو طلعها لي. وحطيناهم بقى عشان خاطر ايه تشمسوا بتاعت حماتي مراتب قطن، مش سوست. فالمهم مش بعرف بقى اطلعهم، هو طلعهم لي قبل ما يروح الشغل. وجيت بقى كنت غاسله المواعين دي، خدتها كده ورصيتها مكانها. وما كانش فيه مواعين كتير في الحوض، يعني كان طبقين وسكينة وكوبايات بتاعة الفطار وبس كده، ما كانش فيه مواعين يوميها يعني اللي هو النهاردة. فالمهم بقى كده روقت المطبخ، شلت المواعين اللي انا كنت غسلاها. وكمان كانت حماتي مطلعه فراخ من الفريزر، وقلت بقى هعمل الصينيه والاكل قبل ما امشي، لاني طبعا كنت قايمه يعني عماله اعمل كل حاجه بسرعه بسرعه عشان ورايا كذا حاجه، وعايزه اروح حلقه المعصراوي بتاعه القرآن. فالمهم بقى اليوم ده ببقى مزنوقة شوية، لأن القرآن بيبقى بدري الساعة 12:30، فببقى عايزة ان انا اطبخ واروق واعمل كل حاجة قبل الميعاد عشان امشي طبعا. اكون مخلصة كل حاجة يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صليتوا على النبي. آه، جبت الصينية بقى وكنت بقى قشرت البطاطس وخرطتها والبصل كده. ف طبعا الفراخ بنعملها ني في ني، مش بشوح لها البصلة ولا كده، لا بخرط البصلة زي ما انتوا شايفين كده حلقات. وبعد كده بحط الفلفل والبهارات اللي انا حابة ان انا احطها، براحتك بقى كل واحد براحته. وبمسكها بقى اعصجها كويس بايدي. ولو عندك فلفل اخضر بتحطي، بس بصراحة بقى انا يعني اليوم ده ما لقيتش عندي فلفل اخضر، فعملتها بقى من غير فلفل اخضر، حطيت فلفل اسود وحطيت البهارات. وبعد ما عملتها حطيت عليها يعني كزبرة، كزبرة خضرة، حاجات بسيطة كده تديلها ريحة، مش ان هو كتير، بس هي الكزبرة بتخلي صينية البطاطس تحفة جدا بجد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين بقى كده بعصجها كويس. طبعا تغسلي ايدك ومحدش يعني بيقرف من نفسه. كل واحد بيبقى يعني في بيته، مش كلنا بنلبس كلافزات او كده. فزي ما انتوا شايفين بقى حطيت الطماطم يعني كله ني في ني، ما شوحتهاش بزيت ولا اي حاجة. بدأت ان انا افك الطماطم دي عشان خاطر ارص البطاطس وما تبقاش يعني رافعه حته مش ظابطه البطاطس يعني في الصينيه، لان انا قبل كده يعني ما بتكون متلجة كده بحطها على البوتاجاز شوية تفك، وبعد كده برص البطاطس وبرص الفرخة او اللحمة اللي عندي حسب ما هحط. آه، حطيته اللايك. انا شايفة اللي ما حطش لايك واللي ما كتبش كومنت كويس ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب، وكلنا ستات بيوت شاطرة
وكلنا بنعمل في بيوتنا، مفيش حد مش بيعمل. ومش معنى ان انا بصور مثلا صينية البطاطس او بعمل الطبخة دي او دي ان مثلا في ناس مش عارفة وانا بعلمها، لا والله العظيم انتوا ممكن تكونوا بتعملوا الحاجة دي احسن مني كمان وافضل مني، بس احنا بنشجع بعض. يعني ممكن تاخدوا مني فكرة، ممكن حد منكم يديني كومنت في الكومنتات، يعلق لي على حاجة يقول لي لو عملتيها كده مثلا هتكون احلى. فبتقبل الانتقادات جدا جدا جدا. و ما عنديش ادنى مشكلة ان احنا نستفيد من بعض. وطبعا بما ان انا بصور لكم فاتحة الكاميرا، بتشجعوني كمان ان انا اعمل كل حاجة عندي يعني. بعد ما خلصت بقى الاكل وكده، خلاص خلصت المطبخ، دخلت بقى على الاوضه بتاعت حماتي. زي ما قلت لكم بقى كان جوزي طلع لي المراتب قبل ما يطلع الشغل، وانا شلت بقى الخشب اللي هو على السرير، وطلعت الحاجات اللي كانت في الارضيه وكده كلها، وشلت السجاده طلعتها، ومسكت الشباك نفضته بقى لو كان عليه عفرة او كده. عايزه اقول لكم ان الشبابيك دي اصلا ما بقتنعش بتنظيفها كده خالص نهائي. لو كان حد شاف لي فيديوهات قبل كده، الشبابيك دي لما بتكون في مناسبة او كون عايزة انضفها كويس، او في نهاية الشتاء اما يكون متعفرة من الرمل او كده، بما ان احنا اصلا عندنا رمل ورا البيت، فلما بيجي شوية هوا بيعفرونا الدنيا خالص. المهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الشبابيك دي انا بفكها خالص خالص، وباخدها في البلكونة، وبجيب مية، وبجيب ان كان فرشة ولا كده ببريل بأي مسحوقة عندك يعني، وبمسكهم اغسلهم كويس جدا، واشطفهم بالخرطوم واحطهم ينشفوا. بصوا بيبقوا بيلمعوا. مش اكتر الاوقات بنضفهم كده خالص، بس يعني انا لقيتهم نضاف مش وسخين، لان احنا كان عندنا مناسبة قريب وكنت مسحاها ومنضفة الحاجات دي كلها، فما كانش فيها يعني عفر كتير قوي، يعني حاجات بسيطة بس كده. ودخلت بقى على العزال اللي هو الخشب، مسحته بقى كده بملمع وقماشة كده. وطبعا يعني انا ما حبيتش ان انا اصور كل حاجه بالتفصيل، لان كل حاجه ولها خصوصيه. و... وبراعي قوي ان ممكن حماتي تكون مش متقبله مثلا ان انا اصور كل حاجه، دولاب التسريحه كده، فيعني بديلكم مقتطفات كده من الاوضه، بس حاجات معينه ما اقدرش ان انا اتخطى خصوصيات تانية غير اللي انا صورته ده. يعني ان كان شباك او طرف السرير يعني سجاده بس كده. طبعا بقى جبت مية، وجبت شوية شامبو. ما بحبش احط في الارضية خالص غير معطر او شامبو او حاجة خاصة بالارضيات، ان كان مسحوق بتاع المواعين، او ان كان اللي هو مسحوق غسيل، ان كان اوكسي او بريلا او اريال او حاجات من دي، بحس ان هي بتخلي ريحة فعلا مش بحب خالص. فالمهم حطيت شوية شامبو كده ريحته تحفة، مش محتاج معاه اقسم بالله اي معطر، مخلي الاوضة ريحتها ما شاء الله. المهم حطيت شوية مية وشامبو وبالمكنسة كده، وانا حكيت الارضية كويس جدا بيها، عشان طبعا مش هعرف ان انا احط مية كتير واطلع للحمام وكده، لا، عشان في الكراتين اللي انتوا شايفينها تحت السرير دي فيها حاجات العربية، يعني ما بعرفش في الحاجات دي، يعني فيها وش عربية وفيها حاجات خاصة بالعربية، فما بنعرفش نشيلها اصلا من مكانها، بخاف لحاجة تتجرح او كده. كده بقى كنت ببص على صينية البطاطس في الفرن، عشان كانت في الفرن، ورجعت تاني برضو ان انا اكمل. عايزة اقول لكم ان في اللحظة دي انا رحت الحلقة القرآن بتاعتي، وبعد ما جيت خالص يعني عملت كذا شغلانة الاول، وبعد كده نفضت المراتب على ما جوزي جه من الشغل، كان جاي حوالي الساعة 5. فنفضتهم له كده كويس، وهو دخلهم لي، ربنا يبارك له ويديله الصحة وطول العمر يا رب. جيت بقى حصل بقى ظرف كده، وصينية السمك دي اللي احنا بنعملها كانت هتسافر يعني، عاملينها نوديها الحماية، هو في الصعيد وحد عربية رايحة يعني، فبنبقى نعمل لهم كده لما بيكون حد رايح لهم نعمل لهم اكل. فحد رايح فقلنا بقى نعملها كده على السريع. وطبعا بقى كنا خلاص دخلنا بالليل،
وهي مش بتاخد وقت خالص يعني. بصوا انا مرضتش اصور لان نفس اللي عملته في صينية الفراخ، خرطت البصلة والطماطم ونفس اللي انا عملته في صينية الفراخ عملته في صينية السمك. وطبعا بنحب بقى نحط بطاطستين كده تحت السمك، بيبقى طعمهم تحفة جدا والله العظيم. جربوها هتعجبكم قوي. لو وصلتوا هنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى انا كنت بصور بقول لحماتي رصي انتي السمك، وبعدين بقى فرشت السرير وظبطت الأوضة وجبت السجادة بقى كده ايه، افرشها وخلاص بقى. يعني كان يوم متعب شوية بس الحمد لله. اما بلاقي اللي حواليا مبسوطين وحاسة ان انا عملت حاجة، ببقى فرحانة جدا ومبسوطة. زي ما انتوا شايفين انا مش عارفة اتحكم قوي برضو عشان ماسكة التليفون وكده. وبعد ما خلصت بقى يعني احنا كنا كده ايه حوالي العشاء، إيه طلعت قعدت بقى عند حماتي، كانت بتسوي صينية السمك في الفرن زي ما انتوا شايفين. الفرن البلدي الجميل تحفة جدا وبيخلي الاكل تحفة جدا. وطبعا عشان بالليل والدنيا ضلمة فالحاجة باينة غامقة فيه. ويعني خلصنا خلاص. وده كان نهاية الفيديو، هسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.